لو فكرت كده في أكتر الأماكن اللي الناس بتحب تزورها غالبا هتفكر في الجبال، الشواطئ، المدن المشهورة أو حتى الغابات. بس الحقيقة إن في أماكن على كوكب الأرض مش بس صعب توصلها، لأ دي ممنوع تزورها تماما، ومفيش أي تصريح في الدنيا يقدر يخليك تعدي من على بابها. أماكن غامضة أسرارها مدفونة ودخولها ممنوع لأسباب غريبة من اللي لها علاقة بالحكومات، وده بسبب الظواهر المرعبة أو الكوارث اللي حصلت فيها قبل كده. أنا محمد عاطف، والحلقة دي هنتكلم عن أغرب 10 أماكن على سطح الأرض ممنوع زيارتهم. وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ونبدأ بأول مكان معانا وهو جزيرة الأفاعي في البرازيل. لو انت من الناس اللي عندهم فوبيا من التعابين فالمكان ده يعتبر كابوس شخصي بالنسبة لك. جزيرة الأفاعي موجودة قصاد ساحل البرازيل، وممنوع تماما دخولها لأي حد غير العلماء بتصريح خاص من الحكومة. وده علشان ببساطة الجزيرة دي موطن لأكتر من 4000 تعبان من أخطر أنواع الأفاعي في العالم، واللي أشهرهم أفعى الرأس الذئبي، ودي لدغتها ممكن تذيب اللحم البشري في دقايق. بسبب العزلة الطويلة على اليابسة الأفاعي هناك اتطورت بشكل كبير وبقت عدوانية وسامة أكتر من التعابين التانية. الجيش البرازيلي بيقوم بدوريات مستمرة حوالين الجزيرة، وأي محاولة اقتراب من غير إذن رسمي تعتبر جريمة. وعلشان كده الجزيرة دي مش بس مرعبة، دي ممنوعة رسميا. ومن جزيرة مليانة سم نروح دلوقتي لمكان مليان أسرار ومقفول بالمفاتيح من مئات السنين، غرفة الأسرار بالفاتيكان. تخيل معايا مكتبة فيها وثائق بتعود لأكتر من 1000 سنة، ورسائل سرية ومحاكم تفتيش، ويمكن حتى حاجات محدش فينا يعرف عنها حاجة. الغرفة دي موجودة تحت الأرض في الفاتيكان، وممنوع أي شخص يدخلها إلا علماء مخصوصين بعد طلب رسمي ومراجعة دقيقة جدا من الكنيسة. والأغرب من كده إن حتى العلماء اللي بيسمح لهم بالدخول بيبقوا محصورين في أقسام معينة بس، ومش مسموح لهم يشوفوا الوثائق الأصلية، لكنهم بيشوفوا نسخ منها. في ناس كتير بتقول إن الغرفة دي فيها أسرار عن المسيح ومعلومات تاريخية ممكن تغير طريقة فهمنا للتاريخ الديني بالكامل، بس كل ده يفضل مجرد نظريات لأن مفيش حد عادي يقدر يقرب منها. نرجع للطبيعة تاني، لكن المرة دي مع بشر رافضين العالم كله. جزيرة سنتينل الشمالية في الهند. الجزيرة دي تعتبر واحدة من آخر الأماكن على الأرض اللي السكان الأصليين فيها لسه معزولين عن العالم الحديث تماما. جزيرة سنتينل الشمالية موجودة في خليج البنغال، وسكانها اللي اسمهم السنتينليز بيرفضوا تماما أي نوع من الاتصال مع البشر، بل وبيهاجموا أي حد يقرب من جزيرتهم. الحكومة الهندية قررت سنة 1956 إنها تمنع أي محاولة اقتراب من الجزيرة حفاظا على حياة الزوار، والأهم حفاظا على السكان الأصليين نفسهم، لأن مناعتهم ضعيفة جدا ضد أي مرض حديث ممكن يتنقل لهم من أي زائر. ومؤخرا بعد ما اتقتل شخص أمريكي حاول يزور الجزيرة سنة 2018 شددت الحكومة قوانين الحماية أكتر، وبقت أي محاولة اقتراب بتتردع بالقوة. ومن عزلة البشر ندخل على عزلة من نوع تاني، عزلة حكومية وعسكرية محاطة بالغموض. المنطقة 51 في أمريكا. أكيد سمعت عن المكان ده في أفلام الخيال العلمي أو حتى في نظريات المؤامرة، بس اللي يمكن ما تعرفوش إن المنطقة 51 دي مكان حقيقي وممنوع الدخول ليه تماما. الموقع ده تابع للقوات الجوية الأمريكية في ولاية نيفادا، والمفروض إنه مخصص لاختبار الطيارات والأسلحة السرية. بس على مدار السنين ناس كتير بدأت تربط بينه وبين الكائنات الفضائية وحوادث الأطباق الطايرة، خصوصا بعد حادثة روزويل الشهيرة. لحد دلوقتي الحكومة الأمريكية ما اعترفتش صراحة بكل اللي بيحصل جواه، وكل اللي تقدر تعمله إنك تشوف الصور الجوية من بعيد، لكن لو حاولت تدخل هيتقبض عليك فورا، وغالبا هتدخل في دايرة طويلة من التحقيقات. بس لو فاكر إن ده ممنوع علشان أسرار عسكرية، استنى لما تعرف إن الفن نفسه ممكن يبقى محظور. كهف لاسكو في فرنسا. الكهف ده فيه واحد من أقدم وأهم الرسومات الفنية في التاريخ البشري، عمرها أكتر من 17,000 سنة، لكن علشان الناس كانت بتزوره كتير الرطوبة اللي في أنفاسهم بدأت تأثر على الرسومات، وظهر عليها فطريات وعفن كانت إن هي تدمر الرسومات دي. وعلشان كده الحكومة الفرنسية قررت تقفله تماما في الستينات، ومحدش بيدخله دلوقتي غير مجموعة محدودة جدا من العلماء وبتصاريح خاصة. وعلشان الزوار ما يزعلوش اتعمل نسخة طبق الأصل من الكهف بنفس الرسومات، وسمح بزيارتها بدل الأصلية. بس الأصلية دي دلوقتي تحت حماية مشددة وممنوع الاقتراب منها أو التصوير أو اللمس. نطير بقى بعيد لجزيرة عمرها محبة الزحمة وقررت تعيش في صمت، وبرضه ممنوع نقرب منها. جزيرة هاواي، جزيرة الخصوصية. جزيرة نيهاو هي واحدة من جزر هاواي، بس على عكس باقي الجزر اللي مليانة سياح
الجزيرة دي ممنوع زيارتها تماما، وده لأنها مملوكة بالكامل لعائلة واحدة من سنة 1864، وقرروا إنهم يخلوا الجزيرة معزولة ومحافظة على ثقافتها الأصلية. اللي بيعيشوا فيها دلوقتي هم سكان هاواي الأصليين، وعددهم حوالي 70 شخص بس، بيتكلموا اللغة القديمة وبيعيشوا من غير كهرباء أو إنترنت أو أي تكنولوجيا حديثة. الحكومة الأمريكية بتحترم خصوصية الجزيرة ومش بتجبر السكان على أي نوع من الانفتاح. الزيارة الوحيدة المسموحة ليك إنك تعدي بالطيارة من فوقيها، بس الهبوط ممنوع تماما. ومن جزيرة الخصوصية ننزل تحت الأرض ونكتشف ممرات سرية مش موجودة على أي خريطة. مترو 2 في روسيا. في إشاعة قديمة بتقول إن تحت مدينة موسكو في مترو سري اسمه مترو 2، أطول من المترو العادي ومحدش يعرف عنه حاجة. بيقال إن المترو ده اتبنى في عهد ستالين علشان يستخدموه كبار المسؤولين للهروب وقت الحروب أو في حالات الطوارئ. وفي ناس تانية بتقول إنه بيودي لمخابئ نووية أو مقرات سرية للمخابرات الروسية. السلطات الروسية عمرها ما أكدت وجوده رسميا، بس في تسريبات ظهرت من مهندسين وشهود بيأكدوا إن فعلا المترو ده موجود، بس لحد اللحظة دي مكانه أو أي محاولة للبحث عنه ممنوع وممكن تعرضك للخطر. ومن الأنفاق السرية في روسيا نروح لضريح ملكي في اليابان. ضريح الإمبراطور جينمو في اليابان. الإمبراطور جينمو هو أول إمبراطور لليابان، وبيقال إنه من نسل الآلهة حسب الأساطير اليابانية. ضريحه موجود في مدينة نارا ومكانه معروف، لكنه ممنوع تماما لأي حد من العامة إنه يدخله أو يقرب منه. حتى العلماء ما قدروش يعملوا أي حفريات أو دراسات على المكان، لأن الحكومة اليابانية تحت رعاية العائلة الإمبراطورية رافضة تماما، وهم بيعتبروا المكان ده مقدس جدا، وأي محاولة للاقتراب بتعتبر إساءة لتراث اليابان. بس مش كل الأسرار قديمة، في سر تجاري حديث موجود جوه خزنة مش بيدخلها غير ناس معدودين جدا. أرشيف كوكاكولا السري في أمريكا. فاكر أول مرة شربت فيها كوكاكولا؟ الطعم المميز ده جاي من تركيبة سرية جدا عمرها أكتر من 130 سنة، والتركيبة دي محفوظة في أرشيف سري بمدينة أتلانتا في خزانة حديد ضخمة، ووراها نظام أمان عالي جدا. الناس اللي عارفين التركيبة بيتعدوا على صوابع الإيد، وممنوع عليهم يسافروا مع بعض في نفس الطيارة علشان لو حصل حادث التركيبة متختفيش. وحتى اللي بيشتغلوا في المصنع مش بيخلوا حد يشوف المكونات كلها مع بعض. يعني أرشيف كوكاكولا ده من الأماكن اللي فعلا مستحيل تدخلها أو تعرف أسرارها. ونختم جولتنا بمكان شكله مهجور لكنه خطر لسه صاحي، ومجرد الاقتراب منه ممكن يكون قاتل. تشيرنوبل في أوكرانيا. المكان اللي حصلت فيه أسوأ كارثة نووية في التاريخ سنة 1986 لحد النهاردة، وفي مناطق حوالين المفاعل لسه ممنوع تماما على البشر. في أماكن كمان زي المنطقة المحظورة لسه بتصدر إشعاعات قاتلة وممكن تسبب أمراض خطيرة أو موت فوري. رغم كده الحكومة الأوكرانية فتحت جزء بسيط من المنطقة للسياحة، لكن مع إجراءات أمان مشددة، ومش مسموح ليك تتجول بحرية. أما المناطق الأعمق فممنوع اقترابها تماما، ومحدش يقدر يدخلها غير العلماء المختصين والفترة محدودة. ودي كانت أغرب 10 أماكن على سطح الأرض ممنوع زيارتهم. أماكن مليانة أسرار وغموض، وبتحسسنا قد إيه لسه في حاجات في العالم ما نعرفهاش ومش مسموح لينا نكتشفها. قولولي في التعليقات إيه أكتر مكان عجبكم، واستنونا في الحلقة الجاية مع مغامرة جديدة من أغرب ما يكون. وما تنسوش كمان تكتبولي في التعليقات حابين الحلقة الجاية تكون عن إيه.